أريد إثبات على وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات على أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد. طيب، أولا بالنسبة لوجود الله تبارك وتعالى، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ مسألة لا يشك فيها عاقل أصلا. فالله عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما سألت نفسك أنت هل أنت خلقت نفسك أم خلقت من غير شيء؟ طيب، هذا الكون الذي تراه أمامك بمجراته وكواكبه وكل ما فيه من إتقان وإحكام وضبط دقيق، من جعله بهذه الصورة؟ يعني إذا أنت كنت في صحراء ورأيت أمامك فندق 5 نجوم في صحراء ومنظم ومرتب من كل الجهات، منظم ومرتب، هل ستشك للحظة أن لهذا الفندق الموجود في الصحراء شخص حكيم عليم متقن متخصص في مجاله؟ هل ستقول أن هذا الفندق جاء محض صدفة؟ لا يمكن أن تقول بذلك. فكيف بكون بمجراته وكواكبه وسمائه وأرضه وكل ما فيه من إتقان وإحكام؟ أتسأل تقول: أين الدليل على وجود خالق لهذا الكون؟ أخبرنا كيف جاء إذن هذا الكون؟ كيف نشأ هذا الكون؟ كيف نشأ من لا حياة إلى حياة؟ أنت كيف جئت بهذا الشكل؟ كيف صرت هكذا؟ من الذي أعطاك القدرة على النفس؟ من الذي أعطاك قدرة دقات القلب؟ من الذي أعطاك القدرة على الوقوف والجلوس والحركة وعدم الحركة؟ من أعطاك القدرة على الحفظ؟ من أعطاك القدرة على البصر؟ من أعطاك القدرة على الحب والكراهية؟ من أعطاك القدرة على أن تجوع وتشبع وتعطش وترتوي؟ لذلك الله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو بصرت في نفسك ورأيت شكل الإنسان وجسم الإنسان من الداخل لقلت لا إله إلا الله، لكنك لا تتفكر ولا تتدبر ولا تنظر في نفسك. فوجود الخالق مسألة حتمية، لأن الكون هذا حادث يعني لم يكن له وجود ثم وجد. وقانون السببية المتفق عليه عقليا يقول أن لكل سبب لا بد له من مسبب، كل شيء له بداية لا بد له من موجد، فالكون له بداية فلا بد له من أحدثه. فإذا اتفقنا أن هنالك خالق وإله وهذا أمر حتمي، فإن لابد لهذا الخالق أن يرسل رسلا ليبين لنا الحقيقة ويظهرون لنا الحق من الباطل ويرشدون إلى الصواب ويحذرون من الخطأ. فالخالق سبحانه وتعالى لا يتركنا عبثا دون إرسال رسل وإنزال كتب وبيان شريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالأدلة والبراهين أنه جاء بقرآن فيه إعجاز علمي وإعجاز بياني وإعجاز تشريعي وإعجاز لغوي، وتحدى العالم كله أن يأتوا بمثله، وإلى يوم الناس هذا لم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن، رغم أن القرآن تحداهم وقال: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل تحداكم أن تأتوا بمثل القرآن. إذا أنت زعمت أن هذا القرآن من بشر، ها أنت بشر، تفضل ائت لنا بمثل القرآن، فإن لم تستطع ائت لنا ب10 سور من مثله، فإن لم تستطع ائت لنا بسورة من مثله. ولن تستطيع. فهذا تحد قرآني قائم إلى قيام الساعة. لا الفصحاء ولا البلغاء ولا العلماء ولا الفقهاء من جميع الملل استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فما لكم إلا أن تقولوا أن هذا كتابا ليس بشريا. كذلك هذا القرآن كما أخبرتك فيه من الإشارات العلمية التي تدل أنه من عند الله، وفيه من الإعجازات اللغوية والبيانية والنحوية والتشريعية والعددية التي تبين أنه من عند الله. كما أن القرآن تنبأ بأمور مستقبلية لا يمكن لبشر أن يعرفها
وها هي موجودة في القرآن الكريم، وتنبأ بأشياء مستقبلية. وكذلك السنة النبوية تنبأت بأشياء مستقبلية وحدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه بفترة طويلة، وفي زماننا هذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء حدثت في زماننا وكأنه معنا، فكيف استطاع أن يعرف هذه التفاصيل كلها إن كان ليس من عند الله عز وجل؟ أرد تفضل. بالنسبة أنا أول ما تحدثت قلت لك لا ديني أؤمن بوجود صانع وخالق لهذا الكون بسبب حجة السببية، ولكن لا أؤمن بأنه هو الله الذي خلق إله الإسلام، ولا أؤمن خلينا نناقش في هذه المسألة. خلينا نناقش هذه المسألة. تمام. خليني أفترض معك مثالا، أضرب لك مثالا. كان أنت الآن موجود في صحراء، كويس؟ أنت موجود في صحراء الآن، وجدت أمامك فندقا بإبداع وإتقان، تمام؟ بإبداع وإتقان وإحكام. لأول وهلة تقول أن هذا الفندق من صنعه؟ أنا قوي ولديه حكمة، ولكن لم أعرفها. لحظة. من هذا الصانع؟ إنسان ولا حيوان ولا جن ولا ملائكة ولا ماذا بالضبط؟ إنسان من أرض الواقع. هنا السؤال، لماذا حددت إنسان بالذات؟ لأن لدينا تجربة أخرى، لأن هنالك إنسان صنعه مثل هذا الفندق أمام ما فيش تجربة. لا فرضنا ما فيش تجربة. فرضنا أنك أنت شخص نشأت في صحراء ووجدت أمامك هذا الفندق، تمام؟ فكيف علمت وأيقنت أنه إنسان وليس مخلوقا آخر؟ تكون لي تجربة، فلا أستطيع أن أحدد أن إنسانا من قام بصناعة هذا الشيء. لكن ما الذي سيأتي في ذهنك أن الذي صنع هذا الفندق حكيم عليم مبدع، صح؟ بكل تأكيد. تمام، جميل. الآن هذا الكون صانعه، هل تتفق معي أنه هو حكيم قدير عليم مبدع؟ أتفق معك. جميل. هذه الصفات تنطبق على من؟ على بوذا؟ لا أعلم. لا، يعني بوذا حكيم قدير عليم؟ ما هو ده إنسان بوذا. أم تنطبق على يسوع؟ لا. أم تنطبق على الأصنام؟ لا. هذه الصفات لا تنطبق إلا على الله عز وجل. فبالصفات نعرف أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه من خلال الصفات. لأن إبداع الصنعة تدل على إبداع الصانع، والقدرة بتاع الصنعة. يعني أنا لما أجد هاتفا يعني مبدع بشكل عجيب جدا، هاتف، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الصانع مبدع، على أن الصانع مبدع. طيب هات لي هذا الكون ينطبق على ماذا؟ عندك من بداية التاريخ الآلهة المزعومة كلها، آلهة مصر القديمة، يسوع، بوذا، زرادشت، كله معنى زرادشت ما ادعوش أنه هو إله، يقولوا نبي، تمام؟ هؤلاء كلهم في واحد تنطبق عليه الصفة أنه صانع الكون؟ جاوبني يلا. أنا بدي أجاوبك بس قلت موني. عموما احنا شفنا هذه الأشياء، الكون والطبيعة، وقلنا ما جاوبتني على السؤال. أنا سؤالي محدد. نحن اتفقنا إن كانت تنطبق عليهم أم لا أعلم، ولكن لدي رد. لا أعلم، يعني أنت ما تعرفش يسوع المسيح وما تعرفش بوذا أنهم عديمي القدرة، وأنهم ماتوا، وأنهم لا يملكون علما كافيا، ما تعرفش هذه الأمور يعني أنت؟ أكيد أعرفها، وهاي النقطة أعرفها، أي صح، أتفق بها. طيب السؤال، إن لم يكن الله فمن؟ من؟ أعطيني الصفات الكون الموجودة
صفات الكون الموجودة انطبقت على معبود، على شخص آخر. تفضل أعطيني. هل يمكنني أن أرد ب30 ثانية فقط بدون أن تفضل رد على، بس تقسموني؟ أرد على سؤالي، رد على سؤالي. 30 ثانية فقط. نعم، بس رد على سؤالي مش على مسألة أخرى. نعم. نعم. لجواب على سؤالك، عندما نقول أن بوذا وهذا لا نعلم هم ضعيفين غير قادرين، ولكن عندما رصدنا الواقع وادعينا إن الله هو من خلق، الله هو من خلق، طبقنا صفات الواقع عندما رصدناه ونسبناها لله سبحانه وتعالى، فعلينا الإيتاء بدليل يقول إن الله هو من خلق. نحن الدليل كمان، الدليل أن القرآن هو الذي قال ذلك، والقرآن ثابت أنه من عند الله، والقرآن ثابت أنه من عند الله. لا من منظور إسلامي القرآن ثابت. مش من منظور إسلامي. القرآن الكريم يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يلا أفشل هذا التحدي. يلا رد على هذا. اصبر. يلا رد على التحدي القرآني وجيب مثل القرآن. يلا كذب القرآن الآن وجيب مثل القرآن. شنو هي القواعد حتى أجيب مثله؟ القاعدة معروفة، أنك تجيب مثل القرآن بإعجازه التشريعي والعلمي والبياني واللغوي والنحوي. تفضل. أو يوجد إعجاز علمي في القرآن لكي يأتي بمثله؟ طبعا يوجد، بس مش حندخل في موضوع آخر قبل ما ترد علي في هذه النقطة. مستعد نخرج لك الإعجازات العلمية، بس نمشي واحدة واحدة. يلا جيب مثل القرآن. أنا لا أقر بأن هنالك إعجازات لكي يأتي بمثله. يا حبيبي حنخش في هذا الموضوع، ما تهربش من الموضوع، ما تهربش. أنا عندي على فكرة عندي عشرات المقاطع أثبت فيها الإعجاز العلمي في القرآن، لكن احنا ماشيين مسألة الآن. هات مثل القرآن. مش أنت تزعم أن القرآن من عند البشر؟ الله سبحانه وتعالى تحداك، جيب مثله. مش أنت بشر؟ جيب مثله. يلا مش القرآن كله صورة، يلا هات لي صورة مثل القرآن. الموضوع سهل جدا. القرآن تحداك أن تأتي بمثله كاملا، هذا لن تستطيع. خفف عليك التحدي إلى 10 صور، وخفف عليك التحدي إلى سورة. تفضل، ها أمامك 8000 واحد، جيب لنا مثل القرآن. جيد. تقصد علميا؟ من جميع النواحي. يعني مثلا القرآن الكريم، تريد أن تدخل في المواضيع العلمية، حاضر. القرآن الكريم يقول في سورة الرعد، طبعا هو عجز أن يأتي بمثل القرآن، سجلها، يريد أن يدخل في الأمور العلمية، ما عنديش مشكلة. القرآن الكريم يقول في سورة الرعد، يقول الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال. يعني أخبر القرآن الكريم أن السحب ثقيلة، وهذه المعلومة لم تعرف إلا مؤخرا، واكتشفت مؤخرا أن السحب ثقيلة. وتعال أعطيك الأدلة والبراهين أن السحب ثقيلة الآن بمصادر ومجلات علمية. تعال أسمعك فيديو أول شيء، بعدين ندخل المصادر. دقيقة بس. يا الله، ثواني بس يحمل المقطع. بيني وبينك المصادر العلمية. أقول لك تفضل أعطي ما عندك شيخ. يلا، هذا مقطع على فكرة باللغة الإنجليزية، بس أنا ترجمته بالذكاء الاصطناعي إلى اللغة العربية. شوف ماذا يتكلم عن ثقل السحاب، وأنه أمر مخترع جديد، يعني استكشف، تم اكتشافه حديثا، لم يكن معروفا من قبل، والقرآن الكريم أخبر بهذه المعلومة قبل 14 قرن. السحب البيضاء المنتفخة تطفو فوقك، ربما لا تدرك مقدار الوزن الهائل المعلق فوق رأسك. شوفوا، ربما لا تدرك ذلك. عندما تنظر إلى السماء وترى السحب البيضاء المنتفخة تطفو فوقك، ربما لا تدرك مقدار الوزن الهائل المعلق فوق رأسك. وزن السحابة الركامية المتوسطة يعادل 100 فيل أفريقي، أو حوالي 1 مليون رطل. ويرجع هذا الوزن الهائل إلى جزيئات الماء الموجودة بداخلها، والتي تمنح السحب الركامية كثافة متوسطة تبلغ نصف غرام لكل متر مكعب.
فكيف يبقى كل هذا الوزن معلقا في السماء؟ السبب في ذلك هو أن الكمية الهائلة من الوزن الموجودة في السحابة موزعة على مساحة ضخمة جدا، وفي النهاية تكون السحب في الواقع أقل كثافة من الهواء الجاف، ولهذا تطفو بهدوء فوق رؤوسنا. لذا في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى سحابة في السماء تخيل فقط 100 فيل يطفون بسلام فوقك. يقول لك أن وزن السحابة الواحدة تساوي 100 فيل. 100 فيل، هذا موقع علمي يقول ذلك. هذه المعلومة حديثة الآن ذكروها، تمام؟ هذه المعلومة حديثة ذكروها، والقرآن الكريم أخبر بها قبل 14 قرن. تحب أزيدك من المصادر ولا مكتفي بذلك؟ تفضل، واحتاج 30 ثانية فقط للرد. يلا رد، تفضل. كيف علم القرآن الكريم بهذه المعلومة؟ لغة العرب سابقا ثقال، أي بمعنى الشيء الثقيل، والسحاب كانت تمطر المطر، والمطر عندما ينزل ويتجمع سيكون ثقيلا. فلغة عربية سابقة أي بما معنى أن الغيم ثقيل لأن ينزل المطر، قدروا يرصدون أن المطر ثقيل فقالوا الغيم ثقيل. أقل من 30 ثانية، وشكرا لحضرتك. الدليل ما الآتي. شاء الله، محسسني أن أبا جهل وأبا لهب أينشتاين وعلماء ما شاء الله فقاسوا السحاب وشافوا أن السحاب أصلا، من عرفك أن أساسا وعلماء ما شاء الله فقاسوا السحاب وشافوا أن السحاب أصلا، من عرفك أن أساسا العرب كانوا يعرفون أن الأمطار تنزل من السحب؟ أنت منين جبت هذه المعلومة؟ أنت ما تعرفش أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت العرب سميوا بأهل الجاهلية فلا يعرفون شيئا. محسسني أن اسكت شوي قاعد تتكلم، محسسني أن ما شاء الله علماء قاسوا، قال لك قاسوا السحب والماء يتجمد، واصلا ما يعرفش ان الجزيره العربيه قليله نزول المطر اساسا، وقاسوا السحب وشافوا ان هي ثقيله كده. طيب لو كان هذا الامر بهذه السهوله والتفاهه هذه كلها، لماذا يتعبون انفسهم العلماء ويكتشفون ذلك؟ لماذا يقول لك الموقع العلمي ان هذا الامر يبدو؟ تعال فاجئك بموقع علمي اخر حتى يعني ينسف كل كلامك هذا الذي قلته. دقيقه، شوف، تعرف انجليزي انت؟ ما تعرف انجليزي؟ طيب معناته حنضطر ان نترجم لك الكلام. دقيقة. 30 ثانية ايضا. بطل الحركات هذه 30 ثانية، وهذا الكلام كله بلح على فكرة. هو لا يسمى ردا، لا يسمى ردا اساسا. حمل. طيب شوفوا يا إخوة، صاحب المقال هنا حين ترجمت، صاحب المقال هنا ماذا يقولها؟ قال لك هذا يشوف السحاب عادي يظن أنها هي خفيفة. صاحب المقال هنا لما كتب المقال شوف ماذا يقول. يقول لقد أمضيت وقتا طويلا أتأمل الغيوم، ومع ذلك لم يخطر ببالي قط رغم كل تأملاتي كم قد يكون وزنها. ركزة، تبدو الغيوم عديمة الوزن. صاحب المقال، هذا المقال العلمي يا إخوة، يقول لك تبدو الغيوم عديمة الوزن، وهذا يقول لك العرب شافوا المطر تنزل فأكيد عرفوا أن هي ثقيلة. هنا يقول لك تبدو الغيوم عديمة الوزن، فكيف لها أن تتحرك بهذه السهولة عبر السماء؟ لأن يا إخواني الناظر في السماء، أقول لكم شيئا، الذي ينظر في السماء وينظر إلى السحب لأول وهلة يرى السحب خفيفة أم ثقيلة؟ خفيفة، ما دعوكم من كذب، هذا يراها خفيفة. ليش؟ لأنها يراها تطفو بسهولة جدا. النظرة الأولى خاصة في ذلك الزمان، النظرة الأولى إن مستحيل تكون بهذا الوزن وتطفو بهذه الخفة في السحب في السماء. بل أصلا أقسم بالله أنا متأكد نظرتنا كلنا، أنا قبل نقرأ هذه المعلومة وقبل نحفظ القرآن الكريم، وكنت حين أمر بالطائرة أرى شكل السحب كالقطن، فأقول هذه مثل قطن
أقول هكذا والله مباشرة، أقول هذه كالقطن. أصلا الكثير الآن الذين لم يعرفوا هذه الآية ولم يسمعوا بهذه المعلومة علميا يقولون خفيفة. فبطل كذب وتقول إن العرب ظنوا إن هي يعني ثقيلة. توقف عن هذا الكذب. تمام، يلا تكلم. ثانية، تكلم يلا. عندما قلت لي أن كانوا في جاهلية سابقة ولا يعرفون. شوف أنا أعطيك تحدي الآن أمام الجميع. هات لي عربي واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السحب خفيفة. يلا تحدي. لا يوجد. دعني أكمل ب30 لا يوجد معناها تمشي كبس تحت، امشي كبس تحت واعترف بالإعجاز القرآني هذا. شفتوا الكذاب قبل قليل قال لك العرب عادي وعارفين هذه المعلومة وعارفين كذا. لما قلت له أعطني عربي واحدا كان يقول أن السحب خفيفة قال لي لا يوجد. امشي كبس تحت أنت والسحب الثقيلة بتاعك.